أهلا بيكم داخل مجموعة شركات سندباد. أتمنى أنكم تقضوا وقت ممتع معانا النهاردة. أنا احترت كتير قبل ما أتكلم معاكم هبتدي منين حكاية سندباد والترفيه في مصر. في الحقيقة إحنا كنا رواد المجال ده وعندنا شواهد كتيرة جدا عليه. هبدأ بملاهي سندباد النزهة في مصر الجديدة، وملاهي محطة الرمل والأزاريطة في اسكندرية، ودي يمكن أكتر حاجة مشهورة عن شركات سندباد. إنما هل تعرفوا إن إحنا عملنا كمان مطاعم كتيرة ومتخصصة في الميرلاند؟ ده بجانب سبلاش بارك اللي فيها عروض الدولفين في الميرلاند، بالإضافة إلى ملاهي الأطفال اللي هناك. كمان عملنا أندريا المعادي على النيل ونيو سولت في الزمالك. حاجات كتير قوي الأساس فيها كلها الترفيه في مصر. إنما حكاية سندباد النهاردة هي عبارة عن سندباد الغردقة وإيه اللي تحت اسم سندباد في الغردقة. احنا اخترنا الغردقة نتيجة لأنها بتتمتع بجو خاص بيها بتتميز بيه عن بقية مدن البحر الأحمر. لما عملنا سندباد فيها اخترنا موقعها في قلب المركز السياحي. المسافة بينها وبين المطار ووسط المدينة حوالي 5 دقايق بس. أول ما يلفت نظرك داخل سندباد الغردقة هو كمية الجناين الخضراء الموجودة بكثافة عالية جدا. دي فعلا كلمة واحة خضراء، تناسق بديع بين المباني والخضرة الموجودة حواليها. الجناين دي بتوصلنا لحمام السباحة اللي لازم يكون طبعا غير تقليدي، لأنه في سندباد هو اسمه صحيح حمام سباحة، إنما بالفعل هو ملاهي مائية متكاملة، والأطفال كمان لهم حمام سباحة خاص بيهم ومشرفين عليه. جو من المرح موجود حوالين حمام السباحة مش موجود في أي حتة تانية على البحر الأحمر. لو كنت من هواة أي رياضة تانية غير السباحة اسأل عليها هتلاقيها جوه القرية. ممكن تلعب تنس، ممكن تلعب فولي بول على البحر، أو تلعب بينج بونج أو بلياردو، وممكن كمان تلعب مع أولادك في ملاعب الأطفال الداخلية أو الخارجية. ده غير إنك ممكن تمارس أي رياضة من الرياضات المائية اللي وفرتها سندباد، أو تستمتع بالجو الساحر الموجود من خلال رحلة بحرية للجزر تنسى فيها كل متاعب الحياة، أو رحلة صيد، أو تتعلم الغطس أو تعلمه لأولادك. ده غير الويندسيرف أو الباراسيلينج أو السنوركينج. كل دي رياضات ممكن تمارسها أو تتعلمها خلال وجودك في القرية، وما تضيعش الفرصة. الهواء والمية والخضرة والجو العام لسندباد يطولوا العمر ويخلوك تبدأ حياة جديدة من غير هموم. إنما مفاجأة سندباد ليكو هي رحلة غواصة سندباد. على فكرة هم غواصتين وهم الوحيدتين الموجودين في مصر والشرق الأوسط كله. بتاخدك المركب من على الشط وتدخل بيك لغاية جزيرة الأحلام اللي واقفة عندها الغواصة. جزيرة الأحلام قطعة من أعماق البحر، عملناها فوق المية وعملنا فيها متحف لمخلوقات البحر بأنواعها المختلفة. ومن جزيرة الأحلام بتركب الغواصة وتنزل بيك تحت المية علشان تشوف بعينيك روعة البحر الأحمر. شعب مرجانية، أسماك ومخلوقات بحرية مدهشة بتنقلك لعالم تاني له جماله الخاص بيه. وقرية سندباد هي الوحيدة في الغردقة اللي فيها عروض دولفين جوه البحر.
هتشوف قد ايه المخلوق ده ذكي، حتى شكله مبتسم. وهتلاقي أولادك في غاية السعادة، مش هم بس، الغريب إنك هتكون أكتر منهم سعادة. وفي قرية سندباد في مطاعم كتيرة علشان تختار منها، زي لومارشيه الفرنساوي وبرونتو الطلياني ولبنيز اللبناني أو فيشرمان مطعم المأكولات البحرية. وده اللي هيبقى نفسك تاكل فيه بعد كل الوقت اللي عشته مع أسرتك على البحر. تعال دلوقتي علشان نشوف شكل وحدات التايم شير في سندباد. إذا كانت أسرتك مكونة من 4 أفراد، هتبقى الوحدة غرفة نوم وغرفة معيشة وحمام ومطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، وفيها كل التجهيزات اللي ممكن تحتاجها. أما لو أسرتك عددها 6 أفراد، هتبقى الوحدة غرفتين نوم وغرفة معيشة زائد مطبخ مفتوح وحمامين. وعلى فكرة كل الوحدات مكيفة الهواء وفيها 28 قناة تلفزيونية. بالنسبة للتسوق، قرية سندباد فيها محلات كتيرة قوي تغطي كل احتياجات أسرتك. الليل في سندباد ما يحسسكش بالوقت. الجو البديع، شكل البحر، السماء الصافية والنجوم. كمان ممكن تسهر في السمر نايت كلاب، أو في علاء الدين، أو في فيينا كافيه، أو بيرشتوك الألماني، أو نتفرج على العروض الفنية في الخيمة البدوية، أو ديسكوتيك ريجينا. رخصة فيها اللي بيشتري يرجع بيبيع. ايوه بالإضافة لكل اللي بتتميز بيه قرية سندباد عن باقي القرى في مصر، عندنا كمان معهد أنا أصلان الروماني الأصل، اللي موجود زيه في ألمانيا وأمريكا وأسبانيا. ده معهد أنشأته دكتورة أنا أصلان، وهو متخصص في السيطرة على عوامل الشيخوخة، بالإضافة لقسم لتجميل السيدات. جوه معهد أنا أصلان بيتم تجديد الخلايا في جسم الإنسان من خلال علاجات أنا أصلان الطبيعية، منها بالمساج الألتراسونيك أو العادي، والعلاج بالطين، وتقويم اضطراب الأعضاء، وعلاجات لتجميل الوجه والجسم، وساونا وجاكوزي، وعلاجات أنا أصلان الطبيعية الأصلية اللي مصنعة من الأعشاب، منها الكريمات والجل والأقراص والحقن. المعهد بيدار بواسطة دكاترة وأخصائيين وممرضات وماكيرات مدربين على أعلى مستوى. وصلنا دلوقتي لنهاية الرحلة داخل سندباد الغردقة، واختصرنا كتير عشان الوقت، إنما اللي شفناه مع بعض عبارة عن حياة كاملة، من غير ما نترك أي وقت يعدي ما تقضيش فيه وقت سعيد مع أسرتك، ويكون عندك أكتر من اختيار في كل وقت من النهار أو الليل. وده هو الفرق بين تايم شير سندباد وأي تايم شير تاني موجود في مصر. تايم شير سندباد حياة كاملة في كل اللي انت محتاجه وزيادة كمان، وفرناه ليك ولأسرتك علشان تقضي أجازة سعيدة.